ديالك هاد الايام، تفاجئنا بان تخرجي اغنيه قبل الالبوم. علاش هذا الاختيار؟ علاش اغنيه قبل الالبوم؟ علاش ماشي الالبوم؟ الالبوم شويه متاخر، فما بغيتش نبعد ونخلي الجمهور متعطش، فقلت انا وغنزل اغنيه بعنوان غيوره ان شاء الله. مغربيه؟ لا، اغنيه خليجيه غتكون مع المخرج حسن موسى، تصورت في البحرين. من بعدها غتكون اغنيه ارقص. باقا ما عرفتش ارقص واش غتكون من بعد الالبوم او قبل الالبوم، باقي ما حددناش بالضبط. هي مع توفيق المغربي، كلمات والحانه، وتصورت هنا في المغرب مع طاقم مغربي، يعني قبل 4 ايام ولا 5 ايام تقريبا. كانت مع الفانز ارقص. فوالا، ولهجه بيضاء اللي كيفهمها الناس ديالنا المغاربه طبعا، والناس ديال الخليج. فوالا، بغيت نشوف امتى غادي ننزلها، واش قبل ولا من بعد. هي غتكون من بعد غيوره، وان شاء الله انها تنال استحسان الجمهور. وكان الفانز اللي صور معايا هذه الاغنيه الحمد لله، وكان واحد التجاوب رائع، وان شاء الله تنزل وتعجب جميع الجماهير. علاش اخترتي دنيا باش يسجلوا معك ولا يصوروا معك المعجبين ولا الفانز ديالك؟ شوفي، هو هاد الناس دعموني من وقت خرجت من استوديو دوزام، وبقاو متواصلين في الدعم ديالهم وتيبغيوني في المكان نجي المغرب تيكونوا متواجدين معايا. فقلت هاد الحب كامل بغيت نرجع لهم ولو قليل من الجميل ديالهم، باش يبانوا معايا في الصوره، والناس حتى هي تعرف شكون هما فانز دنيا باطمه وكيفاش تيحبوها وكيفاش تيتبادلوا معاها الحب ديالهم. فلهذا قررت انهم يكونوا معايا في الكليب الداخل يشوفوهم الناس، وهذا وفوالا هذا اللي كان. حنا كنتمناو لك التوفيق في جميع اعمالك، ولكن انت عودتينا على الحصريات، وبغيناك تعطينا مقطع حصري الناس اللي كيشوفونا وكيسمعونا الشدا من اغنيه ديالك. شنو تختار، ارقص ولا غيوره؟ نختاروا غيوره. يلا. غيورة للأسف حبيت، عديم إحساس بالغيرة، يحبني صح ما أنكر، ولكن عيبة تقصيرة، فعين الحب ما أدري كيف ولا أدري كيف تفكيره، يحبني صح ما أنكر، ولكن عيبة تقصيرة. شكرا.